عسلامة، مرحبا بيكم. رجعت لكم بغوسيت تعمل 66 كيف. ليش هي حاجة حلوة هكا مع قهوة بعد شقان الفطر. من أسهل وأبن ما ينجم يحضر مقادير مضبوطة اللي هو اليويو. حاجة ياسر بنينة وهشوشة. ونبدأ معاكم مع طريقة تحضير الشحور باش نعسلو بيه. خذيت 350 مليلتر ماء، ديما نحاولوا الماء نصبوه من الأول بالكل. معها نكمل كيلو سكر. بالنسبة للسكر كيف نصبوه نحاولوا بالطريقة هذه نصبوه في الوسط باش هكا ما يلصقش في احراف الطنجرة وما يسكرش معاكم بعد كيف يطيب. ومعاها ناخذوا من الاول بالكل كيما هكا شطر كعبة قارص نعصروها كيف زيادة نخليو كالقشرة تطيب مع الشحور. نحي هنا القلوب ونشعل على الطنجرة ونحط الشحور يطيب. ديما نطيبوها على نار متوسطة، ما تكونش نار قوية وما هيش نار ضعيفة. نخليو الشحور يطيب لين نوصلوا لدرجة الغليان كيما هكا، معناتها وين الشحور متاعنا يولي يغلي بالطريقة هذيا بالضبط. نحسبوا 7 دقائق ما أكثرش ونطفيو على السيرو هكا يكون حاضر باش نعسلو بيه. وعلى طول ما العسل متاعنا قاعد يطيب ما يستحقش باش نحركوه بالكل، نخليوه يطيب على راحته. بعد ما يحضر معايا نطفي عليه ونخليه يبرد باش بعد نعسل بيه وهو بارد. بالنسبة للمقادير والمكونات نتاع البات نستحقوا البيضة كاملة، معاها مغرفة ونص متاع ماكلة كبار سكر عادي حبيبات بالضبط 30 غرام، 50 مليلتر زيت نباتي و50 مليلتر حليب. بالنسبة للحليب دفيته شوية، معناتها ما يكونش سخون برشا، جوست دافي كهو. معاها نستحقوا المغرفة صغيرة خميرة حلويات، ساشي سكر فاني، وكمية صغيرة تنشوفوا متاع البيكربونات دو سود باش يجيكم مهشوش، وبانسي متاع ملح. معاها خذيت زيادة مغرفة كبيرة متاع ماكلة جو متاع قارص يبنن برشا اليويو، وعندي مغرفة كبيرة متاع ماكلة عطرشية. وفي الاخر بالكل باش نلم السوائل هذيا بالفارينة. بالنسبة للكمية تستحقوا من 250 غرام ل 280، معناتها الكمية تختلف. 30 غرام هذه تختلف انتم نوعية الفارينة، فما فارينة تكون اكيد تشرب اكثر من الاخرى. انا اول خطوة بديت بها حطيت البيضة، معها كمل ضفت السكر والسكر فاني كيما تنجموا تستعملوا الفاني ليكيد. نخدمهم لهنا بالباتر باش يذوب السكر. بالنسبة للبيضة لازمها تكون بدرجة حرارة الغرفة، معناتها إذا هي محطوطة في الفريجيدير هكا جبدوها قبل بوقت. ينفوا يبيض معنا الخليط كيما هكا. نكملوا نضيفوا الحليب. نعاود نفكركم الحليب يكون دافي ماهوش سخون برشا. نكمل نضيف كيف زيادة الزيت النباتي، نفس الكمية 50 مليلتر زيت نباتي و50 مليلتر حليب. ما يستحقوش طاو باش نخدمهم برشا بالباتر. نكمل نضيف العطرشية. اذا عندكم زيادة روح العطرشية راهي تجي بنينة برشا. اذا روح العطرشية تولوا تستعملوا جوست قطرات كمية ما اقل برشا. نكمل لهنا الجو متاع شطر كعبة قارص، تقريبا مغرفة كبيرة متاع ماكلة. وهكا نكون كملت. ما بقالي كان باش نكمل نضيف النواشف الكل، بطبيعة لازمنا نغربلوهم اللي هما عندي لهنا الفارينة. بالنسبة للفارينة لهنا عندي 280 غرام، معاها باش ناخذ كمية صغيرة متاع بيكربونات. البيكربونات يخلي اليويو يكون مهشوش، ومغرفة صغيرة خميرة حلويات. بالنسبة اللي يحب الميزان لهنا عندي 5 غرامات استعملت. مهم برشا لازمنا نغرب لهم المكونات هذه الكل. دونك لهنا انا ما حطيتش المغرفه صغيره كامله، دونك كملت عليها بالضبط 5 غرام خميره حلويات استعملت نغربلها. اما باش نخلي لهنا شويه كيما قلت لكم انا استعملت 280 غرام، باش نخلي لهنا كميه على جنب نتاع فارينه، ونطبع الفارينه نلمها بيدي ونطبع معناتها اسك نكملها الكميه الكل والا لا. ما نعجنوهاش، لازمنا نلموها كيما هكا جوست بصوابعنا دوبا ما نلمو البات، ميزنيش نعجنوها، نلموها بالشكل هذا. دونك لهنا بالنسبه للكميه نتاع الفارينه هذه خليتها مانيش باش نكمل نضيفها، سي بون البات عندي تلمت، وهذا هو القوام نتاعها اللي حاجتي بيه. معناتها انا لهنا استعملت بالضبط 250 غرام فارينه. لهنا نقرب لكم بالنسبه للقوام نتاع الباتا ويكون معناها اطرى من السابلي بشويه. ما نخليوهاش ترتاح ديريكت باش نبدا نحل فيها. تشوفوا وقتاش بالضبط نخليوها ترتاح. ناخذ لهنا باش نسهل على روحي، ناخذ بابي كويسون
كيف زيدا ناخد بابي كويسون باش نحطهم من فوق باش هكا نجم نحل على راحتي. نشوفوا اذا باش تكملوا معايا ان شاء الله الفيديو هذايا، من نتمنى باش تكملوا تتبعوا كل التفاصيل، او تنجموا تحلوها ديريكت على البلان دو ترافاي من غير ما تزيدوا لا فارينه ولا زيت ولا شيء، معناتها تتحل معاكم بسهوله. اما الحقيقه الفرق بالبابي كويسون تجيكم مرطوبه اكثر. نحلها بالقلقال كيما هكا، نتفقد لهنا السمك نتاعها. دونك هكا انا السمك هذايا هو اللي حشتي بيه. وفي المرحله هذيا مهم برشا لازمنا نخليو العجينه نتاعنا ترتاح شويه، تقريبا دقيقتين معناتها ما اكثرش. نغطي عليها بالبابي كويسون باش هكا ما تشيحش، وهذه خطوه مهمه برشا باش بعد كيف نقصوا الدوائر نتاعنا ما تتلمش كيف التيب، تبقى محافظه على الشكل نتاعها. هونيا بالنسبه للحجم كيفاه تقصوها هكا كل واحد كيفاه يحب، فما اللي يحب كعبات صغار فما كعبات كبار. نجموا زيدا راو بسهوله تامه تقصوا حتى بكيس معناتها اذا ما عندكمش لي بيس هذوما. بالنسبه للوسط الدايره في الوسط تقصوا باي حاجه، انا عندي هذوما نقص بهم كيما زيدا. لحظه خليكم معايا، نجموا تقصوا زيدا بهذوما راو معناتها هذيا اذا ما عندكم حتى حاجه تقصوا بها. الغطوه الفوقانيه هذيك بالكل نتاع البريل تغسلوها بالباهي وتقصوا بها الدوار في الوسط. دونك نبدا في تشكيل كعبات اليويو. هنا الحجم هذايا اللي اعتمدته هو حجم متوسط، معناتها الكعبه كبيره شويه معناتها ماهيش الكعبه الصغيره. بعد ما نكمل نقص، قبل ما نقص الدور في الوسط نحي الزايد هذايا، نلم الزايد هذايا الكل ونخليها البات ترتاح شويه. لو طون اللي انا كملت معناتها شكلت كعبية اليويو نلمها كيما هكا من غير ما نعجنوها زياده. وكيف نقصها كيما هكا نعملوا الدول في الوسط هذيا. اذا معناتها الشكل اللي قاعدين تقصوا به هنا هذا الشكل اللي عندي صغير شوي، دونك هكا تعملوا تنزلوا عليه كيما هكا وتدوروه شويه باش توسيع شويه معناتها الدوره. هكا كيما تشوفوا ما شاء الله الكعبات مرتوبين ويحافظوا على الشكل نتاعهم بعد كيف نطيبوها. بالنسبه للزيد هذايا هكا كيما تشوفوا كي نحلوا معناتها على البلون دو طرافاي البات ما تلصقش معناتها كيلك سوا في القلقال ولا على الخامه ما تلصقش، ما نسحقوش معناتها باش نحطوا فارينه والا زيت. في الاثناء انا حطيت ديجا زيت يسخن على نار متوسطه. كيف زيدا ديما الزيت هذايا نلمو ونعاود نحلو مره اخرى. لهنا باش تشوفوا معايا الفرق كيما قلت لكم بالبابي كويسون تكون الكعبه مرطوبه اكثر. هكا لهنا اذا تلاحظوا معايا مش كيما الكعبات الاولانيين اللي حضرتهم صحيح ما تلصقش، ما فماش مشكله معناتها انها البات تلصق على البلون دو طرافاي، اما ما تكونش معناتها مرطوبه وليس كيما كي نخدموها بالبابي كويسون. لهنا دونك خديت كعبوره كيما هكا باش نجرب بها الزيت نشوفوا معناتها وقتاش يكون حاضر باش نقلي فيه. دونك لهنا نبدا نقلي في كعبة اليويو. تسيسوا رواحكم تنجموا معناتها اذا مش مرطوبه في الحرف هكا بيدكم كيما هكا ترتبوها شويه. وهذه زاده خطوه مهمه برشا ديريكت من اللي نحطوا معناتها اليويو يتقلي نبداو كيما هكا نصبوا عليه في الزيت ونقلبوا معناتها بطريقه بصفه معناتها متواصله باش يجيكم الوجه والقفام تاعها زوز كيف يكونوا معناتها مرطوبين وتكون الكعبه طايبه في حقها. دونك نقليو على نار متوسطه باش هكا معناتها كعبات اليويو يطيبوا من داخل ما يكونوش معجنين. هذيك علاش ننصحكم معناتها تشكلوا كعبات اليويو اللي عندكم الكل وبعد تبداو تقليو باش ما يغلبكمش ديريكت بعد ما نخرجوهم يكون اليويو سخون. وبالنسبه للسيرو هذيك العسل اللي حضرته معاكم يكون بارد معناتها حاجه تكون بارده وحاجه سخونه. وقبل ما نخرج كعبات اليويو من العسل نعبي ساعه المقله كيما زيدا. فما اللي يحب اليويو ماهوش معسل زيدا بنين برشا، جربوه بالحق من غير عسل زيدا بنين على الاخر ويجيكم مهشوش. هذه كانت طريقه تحضير اليويو، وصفه ياسر سهله والمكونات نتاعها من ابسط ما يكون. بالحق نستناكم تجربوا الغوسيت وتخليوا لي رايكم بصراحه في كومنتير باش نتفاعل معاكم. كيف زيدا دعمكم مهم برشا للقناه. اذا عجبكم الفيديو نستنى دعمكم برشا جماد اكيد هذايا ما يزيد كان يشجعني. واذا عندكم اي غوسيت تحبوا تشوفوها معايا خليوا لي كومنتير، ومن هنا اللي نرجع لكم مع غوسيت جديده. نخليكم في امان الله.